حبايبنا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. الفيديو بتاعنا النهارده مميز، هنعمل كحك اسمه الكحك المفتول الفلاحي. حاجه كده ولا اروع من كده، زي بالظبط كحك العيد، بس حاجات مختلفه شويه. قبل ما نبدا ونسمي الله، اللايك الجميل بتاعكم ونشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. معايا هنا نص كيلو دي بما يعادل 4 كوبايات وربع. خلاص، معلقتين سمسم كبار ونرش رشه كده. بعد كده معانا معلقتين كبار برضو من معلقة الأكل سكر بودرة. تمام. بعد كده معايا معلقة صغيرة خميرة، معلقة وربع، يعني تبدلي المعلقة بمعلقة الشاي. وكمان نص معلقة ريحة الكحك أو شمر وينسون من المطحون زي ما انت عايزة. ومعايا كمان، ركزوا بقى معايا هنا، معايا كمان معلقة صغيرة بودر مليانة هرمية، ورشة ملح يعني معادل ربع معلقة صغيرة. معايا هنا كوباية إلا ربع سمنة، بتزوديها زيت، يعني كوبايه الا ربع سمنه وربع زيت. لازم تبقى مليانه للاخر، احنا عايزين الماده الدهنيه تبقى كويسه جدا في العجينه. ونقلب العجينه بقى كده بالمعلقه، وبعدين نقلب بايدينا. واهم حاجه بقى المرحله اللي جايه، ركزوا معايا عشان المرحله اللي جايه مهمه جدا لنجاح العجينه. بعد ما دخلنا المقادير في بعضها، بنبث العجينه زي كحك العيد بالظبط. لازم المرحله دي مهمه عشان توصلي للنتيجه الكويسه مع الكحك. تمام. بعد ما بسينا العجين، معايا تلتين كوباية لبن دافية طبعا عشان الخميرة. وبنعجن كده شوية، مش بنعجن بقى، بندخل مكونات في بعضها، مش بنعجن خالص. وبعدين تسويها كده وتسيبيها ترتفع شوية. خلاص، انا سبتها ارتفعت شوية، مش مطلوب تخمر قوي. العجينة شوفي طيعة ازاي، لازم ما تكونش مشققة. لو مشققة حطي لها، زودي لها شوية لبن. بتعمليها رول كده، وتبتدي بقى بأي سكرابر عندِك أو سكينة تقطّعي. وشوفي بقى اللي أنا عملته في الأول، لازم تدعكي وتدلّكي كده العجينة بإيديكِ قبل ما تبرميها. ليه بقى؟ عشان ما تشقّقش معاكِ وأنتِ بتلفيها. أهو شوفي زي ما أنا عاملة كده، تدعكيها كده في إيديكِ الأول، وبعدين تبرميها عشان ما تفتلش أو تشقّق معاكِ. وتعمليها زي الكحكة كده وتقفليها. والصينية طبعًا مش مدهونة، لإن هو فيه دهان كويس، فما تدهنيش الصينية. لغاية ما خلّصت الكمية، طلعوا 3 صواني. يعني ما شاء الله. بتسيبيه كده يرتفع شوية، لازم يرتفع قبل ما يدخل الفرن. هو ارتفع كده معايا شوية، يعني مش بيخمر أوي، يعني لو في الشتا ساعة ونُص، لو في الصيف نُص ساعة. تمام. على فرن سابق التسخين 180 درجة على الشبكة اللي في النُص، وتدخّليه وبعدين تحمّريه من الوش. لو الفرن بتاعِك كهربا، يبقى تولّعي من فوق ومن تحت ومن المروحة، وتطلّعي أحلى كحك في الدنيا. عايزة أقول لِك رائع، رائع، لو جرّبتيه هتعمليه على طول. أو شوفي الكحكة، بُصّي بتتكلم عن نفسها، وناعمة وجميلة، وطعمها فيه سُكّر وبطعم الكحك بتاع العيد. ما ننساش بقى اللايك الجميل بتاعنا، ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وبألف هنا.